الهوية المهنية. كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن الهوية الشخصية والمهنية والوظيفية عشان ما نلخبطش بعض خلينا نتكلم عن الهوية المهنية وأهمية معرفة الإنسان لذاته ومعرفته لهويته المهنية. يعني إيه الهوية المهنية؟ إحنا في كل لحظة في حياتنا بناخد قرار، وكل قرار بيطلع من منظور حاجة معينة في تركيبتي الشخصية. في بعض الأوقات باخد قرار من منظور ما نسميه الكارير فاليو. انا بحب اقولها بالانجليزي لان اول ما اقول كلمه قيم الناس بتتلخبط شويه في كلمه قيم. كارير فاليو هي القيم المهنيه. في نفس ذات الموقف في وقت تاني يمكن مع اشخاص تانيين تلاقي ناخد نفس القرار بشكل مختلف بس بيكون طلع من منظور احتياجاتي. امر بنفس الموقف يمكن مع نفس الاشخاص وليني اخد قرار بشكل مختلف بس بيبقى من منظور اخر، منظور مثلا ميولي المهنيه. وتتعدد عناصر التركيبه الشخصيه او التركيبه المهنيه للانسان، فتلاقي في بعض الاوقات انا بقعد بحتار ازاي انا في نفس الموقف ده خدت القرار، ولما تعرضت لنفس الموقف تاني خدت قرار تاني، وبعدين خدت قرار تالت. المواقف ما بتتغيرش بس انا قراراتي بتتغير. ده هيودينا لسؤال مهم جدا: الناس بتشوفني ازاي؟ وانا كمان شايف نفسي ازاي؟ دايما بنحتار في فكرة هو انا خدت القرار الافضل ولا لا. ويبقى عندنا دايما تصور على ان انا لما بتصرف بشكل معين الطبيعي ان اللي قدامي يتصرف بشكل برضو انا متوقعه، او اللي حواليا. مش بالضروري شخص، ممكن يكون اشخاص، مش بالضروري اشخاص، ممكن وانا بقوم بمهنه معينه او بوظيفه معينه اشوف رد فعل على العملاء بتوعي، على المستفيدين بتوعي بشكل معين، وليه يحصل ان الاقي ان الموضوع مختلف عن توقعاتي. لما بيكون رد الفعل مخالف لتوقعاتي بتبتدي تحصل فجوه. الفجوه دي الانسان ما بيبقاش بسببها، الفجوه دي بتبقى ما بين توقعي وما يحدث. ده سببه بشكل واضح وصريح هو ان انا مش فاهم اصلا اللي انا بتصرف بيه دوت خارج من انهي مكون او مركب من شخصيتي، ومش فاهم كمان رد فعل البيئه او المجتمع او الاشخاص او الانسان اللي عمل الرد الفعل دوت خارج برضه من انهي تركيبه او انهي مكون من شخصيته. فهنا الفجوه تتسع، وبدايه الخلافات الشخصيه اللي يعني بتزداد بمرور الوقت هي النقطه ديت، ان احنا في نوع من انواع عدم فهم انا بتصرف ازاي، واللي قدامي توقعاتي ليه المفروض يعمل كذا 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 فهو ما عملش ده. واحنا بتبقى عندنا مشكله كبيره جدا. عندي قناعه انا كانسان طالما انا بعرف اعمل واحد اتنين تلاته بنفس الطريقه، ولما بيتقال لي حاجه معينه المفروض اعملها وبعملها بشكل، فكل الناس تعرف تعمل ده بنفس الشكل بنفس الطريقه، فاذا قاموا بيها زي ما انا متوقع فده هو الصح، لان انا عامل نفسي انا الستاندر للفعل. وده برضو مفهوم خاطئ. نرجع تاني، يعني ايه هويتي المهنية؟ هويتي المهنية يعني التركيبة الخاصة بيا. والمشكلة لما بنتكلم عن كلمة مهنية الناس دايما بتربطها بالوظيفة. الهوية المهنية هي قناعات الإنسان لإدارة حياته بالكامل، لأن المسار المهني هو تعليم، هو توظيف، هو علاقات اجتماعية، هو علاقات أسرية، هو استمتاع، هو كل ما يمر به الإنسان في حياته اسمه المسار المهني. فإذا كنت أنا بمشي في هذا المسار فأنا ليا هوية، الهوية دي بتميزني عن آخر. مش معناه إن أنا أفضل من آخر، لا، بتخليني أنا بشكل مختلف عن الآخر. فعدم إدراكي للهوية المهنية بيوقعني في تحديات كتيرة جدا جدا، بتخليني مش عارف أدير مساري بشكل صحيح ومش عارف أتطور بشكل صحيح. إدراك الإنسان لهويته المهنية بتنعكس على فهمه لذاته بشكل جيد، وبتنعكس أيضا على فهمه للآخرين بشكل أفضل مما هو عليه. الهوية المهنية هي مجموعة من المركبات يجب على الإنسان أن يدركها في سن مبكر. للأسف الشديد إحنا محدش علمنا ده في المجتمعات بتاعتنا، محدش علمنا ده، ما درسناهوش لا في مدرسة ولا حد علمنا فيه في طريقة التربية إجمالا. فأصبح بنمارس حياتنا بشكل واحنا مش عارفين حاجات كتير قوي عن أنفسنا. أول خطوة لإدارة الإنسان مسارات حياته بالكامل بشكل أفضل، مفيش حاجة اسمها بشكل صحيح، بشكل أفضل، لأن كلمة صحيح يعني معناها صح وغلط وده لا ينطبق على الحالة اللي بنتكلم فيها، لكن بشكل أفضل مما أنا عليه هو ده اللي إحنا بنقصده. فلازم أبقى فاهم
إيه المكونات ديّة؟ ببساطة شديدة جدًا لازم أبقى فاهم ميولي المهنية، لازم أبقى فاهم قيمي المهنية وقيمي الحياتية، وفي فرق ما بين القيم المهنية والقيم الحياتية. انعكاس القيم المهنية دايمًا بيبقى على اختيار مسار مهني، دراسي، وظيفي معيّن. القيم المهنية بيبقى ليها انعكاسات عن علاقتي أنا بحياتي، بأسرتي. فعشان برضه ما نتفرّعش فيها خلّينا نحدد الحاجات ديّة وبعد كده نبقى نتكلم عنها بشكل منفصل. محتاج إن أنا أعرف الحاجات اللي بتحفزني، مؤثرات التحفيز الداخلي والخارجي. محتاج أبقى عارف نمطي الشخصي، كيفية أتعامل مع كل عناصر الحياة حواليّا. محتاج أنا أبقى عارف رغباتي، إيه اللي بيتحكم فيّا وإيه اللي يجب إن أنا أشبعه. محتاج أتعرّف على نفسي بشكل أفضل من منظور هذه العناصر وأكثر، عشان أقدر أحط فعلًا خطة إن أنا إزاي أدير حياتي بشكل صحيح. والأهم من كده أبقى شايفني صح، وأبقى شايف كمان الناس هتشوفني بشكل صحيح والّا لأ. المفهوم عني أنا إن كل ما أقوم بيه يقدر كل الناس تقوم بيه زي ما أنا باقوم بيه، ده للأسف مفهوم خاطئ بيتغيّر عند إدراك هويتي المهنية بشكل صحيح، ومحاولتي كمان لفهم الناس اللي حولي بشكل أفضل. عمر الصورة ما هتبقى واضحة بشكل كامل إلا إذا قدرت أفهم عن نفسي بشكل صحيح، وما فيش لا فيديو ولا معلومة يقدر يدّي لك المعلومة دي وتعرفها وتقول أنا عرفت نفسي بشكل كامل. زي ما بنحتاج إن إحنا نبذل مجهود أو نقابل متخصصين في مجالات معيّنة عشان نقدر نستوضح الأمر، كذلك هنحتاج ده لاستيضاح هويتنا المهنية بشكل أفضل. شكرًا لحضراتكم، كنت معاكم أحمد مصطفى، استشاري التطوير المهني.